بنرحب بحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة في نور الشمس اليوم الاثنين. زي ما شفنا جزء من فيلم او تقريبا يعني هنعرف كام دقيقة بالظبط من الفيلم اللي كان معانا دلوقتي. الفيلم اسمه نقطة ضعف، وهو من اخراج الاستاذ عمر زكريا مخرج الفيلم. طبعا هنعرف ونستفسر منه اكتر عن نوعية الفيلم، اسمه ايه، وحصل على جايزة من مهرجان، برضو المهرجان ده اسمه ايه، ونعرف تفاصيل اكتر من خلال وجوده النهارده معايا وبيشرفنا في استوديو نور الشمس استاذ عمر زكريا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عمر، قول لي بقى، احنا الاول الفيلم اللي احنا عرضناه اسمه نقطة ضعف، تمام. وحصل على المركز الاول في مهرجان ايه؟ مهرجان ابداع 2. ده في اسكندريه؟ ده اسكندريه، ده اللي تمام. بتنظمه وزاره الشباب. مم. كان وزارة الشباب مش وزارة الثقافة؟ لا، وزاره الشباب. تمام. كان تبع الجامعه، في الجامعه يعني، لان انا مم. في كليه سياحه وفنادق جامعه اسكندريه. مم. 25 سنه. مم. فلقيت لقيت يعني زي ورقه مكتوبه او محطوطه جنب الشؤون عندنا مم. في الكليه. فبصيت لقيت شروط وكده، وتقريبا كل حاجه متطابقه معايا او متطابقه مع شروط الافلام يعني. مم. وكان من ضمن الشروط ان يكون الفيلم متصور بكاميرا موبايل. من ضمن الشروط ان الفيلم يكون متصور بكاميرا موبايل. موبايل. هو تمام. اصلا اسم المهرجان مهرجان ابداع 2 للسي موبايل او السينما الموبايل. سينما الموبايل. اه تمام. ف والفيلم فعلا كنت مصوره بالتليفون. مم. فشاركت طبعا والتزمت بالشروط وقدمت الفيلم. مم. وطبعا ولا كان في دماغي يعني الفيلم ده كله اللي احنا شفنا جزء منه كبير، او تقريبا هو ده الفيلم كله ولا جزء منه؟ لا، ده كله كده. ده كده كل الفيلم؟ هو ده 10 كله دقايق بكاميرا مدته. موبايل؟ حلو كله قوي. تصوير موبايل. طيب انت قلت لي انه الفيلم ده اسمه افلام السيلفي. سيلفي. طيب نشرح برضو للناس عشان تعرف اكتر، لان دي حاجه جديده طبعا. هو طبعا احنا عارفين صور السيلفي دي، مع ان في زمان ناس كتير كانوا بيعملوها بس ما يعرفوش الاسم ده، او هو انتشر في الفتره الاخيره. فنعرف بقى الافلام نفسها ازاي. تمام. هو انا اصلا يعني الموضوع جه معايا من 2012، بدات اعمل اول فيلم يعني. مم. ولا كان في دماغي اصلا السيلفي، ولا يعني ايه اصلا صور السيلفي، يعني الكلام ده بدا او بدانا نسمع عنه مؤخرا يعني، بدا مم. يشتهر يعني. وبعد كده اكتشفت ان الناس شافت ان ده ابداع، وان ده حاجه يعني بالنسبه يعني، او بالاخص ان السيلفي ده يعتبر هوس الشباب دلوقتي. مم. كله بيصور سيلفي وكده، بقى حاجه عالميه يعني. مم. فانا الموضوع جالي مثلا من حوالي 5 سنين كده، كان عندي 20 سنه تقريبا. كلمت ناس اصدقاء ليا، جات لي فكره افلام. وكلمت ناس اصدقاء ليا بيعملوا فيديوهات كوميدي على النت، فقلت لهم انا عايز اعمل قصه فيلم وكده، والقصه كذا كذا. مم. فقالوا لي لا يعني، وما رضوش ان هم يشتغلوا معايا. مم. لان انت في بدايه حياتك مفيش حد مؤمن بافكارك، مفيش حد مؤمن برسالتك، انت عايز تعمل ايه كل اللي الناس في جواك. بدايتها كده، صح؟ خالص. معظم الناس يعني في بدايتها. بالظبط. حتى ومحدش لو عارف بتبقى شغلك. وخاصة لما بتبقى حاجات مش معروفة أو حاجات جديدة، امم فيمكن الجديد الناس بتخاف منه. اه تمام. فهم خافوا بقى يكملوا أو يبدأوا معاك المشروع ما ده. رضوش خالص طبعا. مم. وانا كمان يعني انا قلت يعني اكلمهم والجا لهم، لان دول ناس اصدقاء مم. وممثلين يعني مم. بيعملوا حاجات. تمام. فقالوا لي لا. طبعا انا ساعتها يعني مريت بظروف كده، ومريت بحوادث وبحاجات. مم. يعني كان جوايا طاقه او شحنه، مم. ان انا عايز اعمل حاجه مم. جوايا، حاجه عايز اقولها، عايز مم. اوصل رساله. مم. فجيت بقى على 2012، قلت خلاص انا هشتغل بقى بابسط حاجه معايا مم. وباقل الامكانيات، مم. هعمل وخلاص. مم. بس اول فيلم برضو صورته بكاميرا التليفون. مم. كان اسمه لحظة غضب، مدته 5 دقايق. مم. عملته برضو لوحدي. هو افلام سيلفي مم. اللي هي ماي سيلف نفسي، مم. ان انا بعمل كل حاجه لوحدي، التمثيل، الاخراج، المونتاج، القصه، السيناريو، الحوار. ما هو الفيلم أنت اللي ممثل شخصيتين. تمام. عامل الاثنين التوأم. مم. فالفيلم كله لوحدي، فهو ده السيلفي. مم. والمونو دراما. مونو مم. اللي هو شخص واحد بيوصل مم. رسالة الفيلم للمشاهد أو للجمهور. تمام. هو النظام ده نظام مسرحي أكتر، فأنا دخلته في الأفلام. مم. ودي كانت فكرة جديدة برضو، إن نعمل ستايل جديد يعني للدراما. مم. بس هو طبعا على قدي، بس أنا جوايا حاجة وعايز أعملها. مم. يعني عندي رسالة عايز أو عندي أفكار عايز أوصلها للناس. تمام. بس بس يكون ان هو ياخد المركز الاول في مهرجان في اسكندريه، مم. دي حاجه كويسه، والناس هتبتدي تعرف نوعيه الافلام دي. يعني انت بداتها اهو، اه فيعني تعتبر من اول الناس اللي مم. عملت حاجه اسمها فيلم سيلفي اه وبكاميرا موبايل. يعني برضو دي حاجه اول مره نسمع عنها الحقيقه. مم. طب انت متوقع ايه للافلام دي؟ ان هي يعني اعتقد ان هي مدتها بتبقى قليله جدا، يعني اكتر حاجه 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. مم. لان هو فيلم قصير يعني. فبيتراوح يعني 3 دقايق، ممكن دقيقتين كمان. مم. فان انت اصلا ان انت توصل رساله في دقيقتين او 3، ده يعني انا كنت لسه هقول لك، يعني برضه ان انت صعب. توصل رساله في الوقت الضيق ده او الصغير ده مم. بتبقى مرهقه شويه.
بتبقى صعبة كمان ان انت توصل رسالة او توصل حاجة في 3 دقايق او في دقيقتين. بتبقى صعبة جدا يعني. بس انا اصريت ان انا اعمل يعني في فيلم عملته مؤخرا اسمه غير متاح. ده كان مدته 3 دقايق، وانا اصريت ان اعمل مم. حاجة تكون بسيطة عشان يعني دلوقتي يعني او الشباب ما فيش حد عنده الخلق او الطاقة ان هو مم. يعني بيتفرج على فيلم ساعة ونص او ساعتين، بالاخص ان مم. هو على النت يعني مم. مش مم. سينما. فقلت خلاص انا هعمل فيلم 3 دقايق على النت او على اليوتيوب، يعني الناس مم. تشوفه بسرعه، مم. ولو هتشيره مثلا او كده وخلاص خلص يعني. مم. بس وده اللي حصل فعلا، مم. فوصلت رساله في 3 دقايق. فيلم اسمه غير متاح. غير متاح. اه. مم. ده بيتكلم عن الام وان احنا ما بنحسش بقيمه الحاجه الا لما تروح. مم. آه... بس ما كانش فيه التوأم بقى، كنت انا لوحدي وكده. مم. انا عايز كمان اشكر برضو والدتي لان هي كانت بتساعدني في التصوير، ساعدتني تقريبا مم. في جميع الافلام. مم. وفيلم غير متاح ساعدتني في التصوير والاداء الصوتي. تمام. بس يعني كانت موجودة معاك بتصور. اه مم. مم. انا حتى يعني بستغلها بصراحه، يعني بقول لها تاخدي اجازه من شغلك بقى اليوم ده وانا. طيب انت في برضو قلت لي نقطة، انت قلت لي الفيلم السيلفي ده ان انت بتعمل كل حاجة لوحدك. اه طيب انت هو استعنت بعنصر تاني، يعني آه، لو بيبقى فيه بقى عنصر نسائي، هل ممكن انت تعمل دور العنصر النسائي؟ يعني ممكن مثلا بقى مم، تلبس ملابس زي في فنانين كتير عملوا كده، مم. ولا انت مش حابب ده؟ يعني انت حابب ان يكون في عنصر نسائي فعلا موجود، وكده بقى مش هيبقى سيلفي. اصل هو يعني اصل عنصر نسائي يعني او انا اعمل العنصر ده مم. يعني عايز افلام كوميدي اكتر، او عايز حاجه تكون كوميديا مم. تضحك الناس، لكن انا معظم الافلام اللي بعملها افلام تراجيدي مؤثر فمش وكده هينفع طبعا ان انت اللي يعني فيلم تعمل. جد قوي تمام. وبيتكلم عن واقع وكده، فمش هعرف مم. يعني اكيد يعني اكيد، لا طبعا اني هيبقى امثل هتبقى مختلف، واعمل هتبقى دور كوميدي واحد مش هتبقى. مع العلم كمان برضو انا عايز اقول ان فيلم غير متاح الاخر فيلم ده مم. انا عامل اداء صوتي لصوت بنت، مم. اداء صوتي، وظبطته طبعا في برنامج صوت وكده ان مم. هو يرفع وحاجات زي كده. مم. وعملت صوت بنت انت لكن اللي عملته اه وبس ظبطته بالبرنامج اه. طبعا مم. بحيث ان هو يعني يبقى رفيع يرفع شويه الصوت شويه كده. ان هو يوصل يعني طب لصوت بنت كويس، يعني. ما هو انت كده هو برضو بتحاول مم. تساعد نفسك لوحدك، لو اه في لو متاح. اه تمام. فحاولت اعمل حاجه يعني طبعا لان انا زي ما قلت انا بشتغل لوحدي وكده، مم. فانا اللي بقلد الاصوات وبعمل كل حاجه. طيب انت مم. قلت لي ان انت الافلام بتاعتك دي مم. موجوده دلوقتي على اليوتيوب، وانت المفروض يعني الانترنت هو بالنسبه لك وسيله المشاهده للناس كلها. مم. انت متوقع ان الافلام عامه او مواقع الانترنت بيبقى نسبه مم. المشاهده عليها عاليه، خاصه ان احنا فعلا في بعض الفيديوهات يقول مثلا حصل على نسبه مشاهده كام مليون، مم. يعني مثلا زي اغاني غربي مم. انتشرت في وقت من الاوقات والكلام ده. انت متوقع انه ده برضو ينتشر هنا في مصر؟ آه بالفعل لان ده كمان اللي قدامنا حاليا. يعني انا بعمل افلام مستقله، او يعني ايه فيلم مستقل؟ فيلم مستقل ان هو ما بيتعرضش في دور العرض في السينما، مم. وبيتعرض على النت، على اليوتيوب، على الفيس. مم. وان هو ما فيش شركه انتاج بتصرف عليه، اللي بيصرف عليه صناع العمل، مم. وغالبا بيبقى المخرج يعني. مم. بس كمان برضو انا كنت عايز اقول حاجه، يعني انا فعلا بعمل افلام سيلفي، وحته ان والدتي بتشارك معايا او مم. بتصور او كده. يعني انا حتى بستعين بيها في المشاهد اللي محتاجه حركه، يعني الفيلم كله ان بحط مم. الكاميرا قدامي بثبتها مم. وبدخل جوه الكادر اتصور وارجع اشوفها تاني، ولو محتاجه تتعاد بعيدها او كده. تمام. ولو مشاهد محتاجه حركه يعني كده فبستعين بوالدتي يعني. مم. مم. بس لكن طول الفيلم الكاميرا ثابته قدامي، بحطها تمام. وبدخل اصور. بتثبت الكاميرا في اي مكان وبتصور اه بقى اللوكيشن بتاعك ان هو قدام الكاميرا. بالظبط، يعني حتى كمان الفيلم اللي انا صورته بالموبايل او الفيلمين، تمام. اول فيلمين طبعا الموبايل ملهوش طبعا يعني ملهوش ستاند او مم. كده. مم. فانا كنت بجيب طبعا يعني كرسي كده واجيب كتب واقعد اثبت الموبايل عليه، مم. فيعني كنت بعمل يعني مم. شغل يعني. بتستعين بأقل حاجة. احنا معانا مم. جزء من فيلم اسمه غير متاح، اه هو على الهوا. تمام. طيب انت قلت لي ان الفيلم ده برضو تراجيدي، انت واخد الخط كله التراجيدي. تراجيدي طيب. كله اللي هو المؤثر، وان النهايه في الاخر سودة، في حد بيموت، في حاجه طب بتحصل ليه؟ كده. ليه؟ لان ده الواقع، والواقع بتاعنا للاسف لو اتكلمنا عنه يعني مؤلم. الواقع بتاعنا صعب يعني. مم. فانا بجيب الحاجه يعني زي ما هي كده، هو ده الواقع زي ما هو. في ناس كتيره بتحب يعني دايما حتى بتقول لي يعني سمعت ناس بتقول لي يعني الناس مش عايزه الواقع ده، مم. عايزه حد ياخدها من الواقع، يخطفها من الواقع، يدخلها في عالم تاني. مم. تمام. بس انا تقريبا يعني يعني بحاول اعالج المشكله بنفس المشكله.
او زي المرض، في يعني في ناس يعني كان في يعني فيلم عصابة الدكتور عمر بتاع مصطفى قمر، كان يعني بيعالج المرض بنفس المرض. فانا تقريبا كده بعالج برضو المشكله بالمشكله، بجيب المشكله زي ما هي، بجيب الواقع. بس ما يعني ما باخدش بعقل الناس ان هم يتخيلوا حاجه للخيال او تانية. لحاجه تانية بره او كده، او اخدهم من الواقع، لا. تمام. طيب انت الفيلم بتاعك حصل على المركز الاول في مهرجان اسمه مهرجان ابداع 2 في اسكندريه، اه تبع وزاره الشباب. اه انت المفروض بقى تدخل بالافلام بتاعتك دي اللي هم الفيلمين، فيلم نقطه ضعف وفيلم غير متاح، المفروض هتدخل بيه مهرجانات تانية او كده، وكان في ولا كمان لحظه غضب برضو، اللي هو اول فيلم كمان بتاع 2012. اول فيلم اسمه لحظه غضب، اه وبعد كده نقطه ضعف وبعد وغير كده غير متاح. متاح. تمام، هم 3 افلام. اه اوكي، ولو احكي برضو عن اتفضل. كل قصه او كده، يعني لحظه غضب كان بيتكلم عن اخين برضو توأم، انا اللي عامل الشخصيتين. واحد كويس، واحد معاق ذهنيا. وانا كنت مصر ان اتكلم، يعني اول فيلم عملته كنت مصر ان اتكلم فيه على على المعاق، لان انا يعني الناس دي يعني بجد ناس كويسه جدا واحسن مننا، واتعاملت معاهم. مشكلتهم ان هم عندهم حاجات ما بيعرفوش يعبروا عنها، ما بيعرفوش يحكوها ازاي ومحدش مديهم فرصه خالص. فانا في الفيلم ده كنت بناقش قضيه ان بلاش سوء الظن، يا ريت نسامح بعض لا، ونسمع سوء بعض. الظن بايد وناس يعني لا حول لهم ولا قوه. اعتقد ان هم يعني يعني حكايه انه يبقى في سوء ظن منهم او الكلام ده ما اعتقدش انه موجود لا اصلا خالص، بس ده حصل من الاخ التاني. هو قصة الفيلم يعني ان الاخ كويس جاب زي دولاب للبيت، ف اخوه المعاق شخبط له عليه، فدخل شاف اخوه يعني، فاتضايق جدا يعني ان هو دولاب جديد واخوه بيشخبط له كده، فدخل ضربه. ما تفهمش يعني، ودخل ضربه على طول. فبعد كده زعل وندم ان هو ضربه، بالاخص ان والدته كانت موصيه عليه قبل ما تموت. قام بعد كده عشان يمسح او بيقرب من الشخبطه دي، اكتشف ان اخوه كان كاتب له مبروك يا اخويا. فهو قد ايه كان بيحاول يعبر له عن حبه له ليه، وان يعني انا بحبك، بس هو عبر بطريقته، هو ده اسلوبه. ايوه، لان ف هو يعني عنده مشكله تمام. طيب بالظبط. ده بالنسبه للثلاث افلام انت قلت اللي هي لحظه غضب، لحظه اللي هو غضب دي ونقطه ضعف قصته، وغير ونقطه متاح. ضعف احنا شفناه، وغير متاح ده اللي هو معانا دلوقتي على الشاشه جزء منه. اه انا عايزه اعرف انت لو المفروض هنتكلم على هتدخل. المهرجانات بقى ال- هتدخل بالافلام ازاي؟ المهرجانات، انا شاركت في كذا مهرجان، وشاركت في كذا مهرجان دولي. كويس. يعني بعد كان يعني اول في مهرجان. مهرجانات دوليه للافلام السيلفي؟ طبعا طبعا. فاول مهرجان كان ابداع 2. ده كان اول حاجه ليا، ولا كان في دماغي اني اكسب او كده. وكلموني بعد ما قدمت تقريبا بشهر او شهر ونص، قالوا لي مبروك انت خدت مركز اول اسكندريه، وبعد كده الفيلم اتصعد جمهوريه. طب احساسك ايه بقى لما انت حسيت انه هي حاجه مختلفه واخدت جايزه؟ يعني ايه اللي حسيته؟ والله هو الناس بدأت يعني تفهم مثلا الفن فعلا، انه في حاجات جديدة الشباب بيعملها، مثلا زي انت عمر زكريا مخرج افلام، حاجات جديدة واخدت جوائز، انت حسيت بيه؟ والله هو اساسي يعني، طبعا كنت مبسوط وكنت خايف. مم. مبسوط طبعا ان انا يعني ما فيش حاجه اصلا في دماغي وكده، وعملت حاجه، ولا في دماغي ان مهرجان، ولا في دماغي اكسب، ولا الكلام ده خالص. تمام. واخدت بعد كده مركز اول، ده اه خلاني او اداني حافز ان انا اكمل. طيب، خايف بقى من ايه؟ الخوف بقى ان انا اتحطيت في مكانه ان ما ينفعش تقل عن كده. مم. ولازم اكمل فيها. وبعدين بقيت انا يعني متحمل مسؤوليه كل الناس، ومتحمل مم. مسؤوليه يعني الشعب او الناس اللي انا مم. بوصل لها رساله. تمام. يعني لان كمان كل واحد مننا اصلا عنده رساله، بس اهم حاجه انت تعرف يعني انت رسالتك فين، مم. ودورك ايه في الحياه. مم. يعني ربنا خلقك ليه يعني، او مكانك فين. تمام. بس وكمان يعني انا ببقى خايف جدا. يعني انا مثلا لو انا ماشي في الشارع او كده، ولقيت مشكله او حد بيتعارك او مم. اي حاجه، مم. او سمعت الفاظ او ايا كان يعني، فبحس ان انا السبب. مع اني يعني ممكن ما اكونش يعني ما انا اعرفش فاهم. الشخص ده، او ما اعرفش، او ما اتعاملتش معاه. انت بقيت بس مجرد حاسس بالمسؤولية تجاه المجتمع. بالظبط، فحاسس ان هو، او يعني ان انا السبب، او مم. انا اللي وصلته لكده، مم. لان انا بوصل رساله. بس تمام، فدايما فهمت. يعني انت نخلي بالنا تقصد، تبقى رساله كويسه يعني طيب هل تقدر. هل ده حافز للشباب مثلا ان هم فعلا الشغل بيخلي الواحد عنده مسؤولية؟ يعني انت دلوقتي بدأت تشتغل مم. وبدأت تعمل حاجات فيها رسائل معينة وموجهة، وهي على فكرة حاجة خطيرة جدا. يعني انت بتقول انا بدأت اخاف اه من الرسائل اللي انت المفروض، لانه برضو موضوع ان انت تنشر الافلام بتاعتك على الانترنت او على مواقع التواصل الاجتماعي دي فيها مسؤوليه، لانه انت الرقيب على نفسك. يعني انت اه رقيب على الافلام دي، مفيش جهه رقابه طبعا على طول، بالظبط. يعني منك على الانترنت على طول. مم. فدي بيديك مسؤوليه. هل انت شايف انه المفروض الشغل ده
عامه في مجتمعنا بيدي مسؤوليه للشباب؟ اه طبعا. مم. طبعا يعني وكل واحد مننا طبعا متحمل مسؤولية مم. اي حاجة او اي شغل بيعمله، مم. يعني هيتحاسب عليه. تمام. هيتحاسب عليه. يعني انا كمان كنت عايز اقول حاجه، ان انا يعني برضو من ضمن الاسباب او من ضمن الشحنه اللي كانت جوايا ان انا عايز اعمل افلام اصلا، والفكره جات لي من 5 سنين اصلا مم. عايز اعمل افلام ليه. مم. لان انا زي ما قلت حوادث حصلت لي كذا مره ورا بعض، فحسيت ان انا هفارق الحياه مم. او هموت او كده. فقلت انا مش عايز اسيب الدنيا، او ادخل الدنيا واطلع منها من غير ما اعمل حاجه، ومن غير ما اسيب اثر في الناس واسيب حاجه فيها، ويعني وكمان اسيب حاجه الناس تفتكرني بيها، ابقى مم. معلم مع الناس يعني. مم. لان كمان الفنان ما بيموتش، بيعيش باعماله. اكيد. فده كان السبب ان انا اكيد. كمان، او يعني جزء من السبب اللي خلاني ابدا اشتغل وابدا اعمل تمام. افلام. طبعا بنتمنى ان الافلام بتاعتك دي تدخل مهرجانات مم. في المرحله اللي جايه. هل انت هتدخل فيها مم. اخيرا؟ يعني هتدخل بالافلام دي في مهرجانات قادمه؟ ما هو شارك، يعني انا زي ما قلت في ابداع 2، بعد كده مم. دخل كذا مهرجان، شاركت في كذا مهرجان. مهرجان اسكندريه الدولي، تمام. مهرجان الاسماعيليه الدولي، مهرجان كويس. القاهره الدولي كويس. برضو، كويس. ومهرجان كام مم. السينمائي، مم. بس كام مش كان. كام؟ اوكي. ده كان مؤخرا، مم. كان الشهر ده يعني. مم. والمهرجان القومي مم. بتنظمه صندوق التنميه الثقافيه. مم. وخدت برضو شهاده تقدير وشهاده تقدير من مهرجان كام. كويس. مم. وان شاء الله في حاجات تانية جايه بعد كده يعني. باذن الله. وبرضو احنا مستنيين برضو ان احنا نشوف افلام ليك تانية. باذن طبعا الله. الافلام بتاعتك بتبقى موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، مظبوط كده؟ اه وعلى اليوتيوب. على اليوتيوب يعني. تمام. لو على اليوتيوب يعني دخلت بس كتبت فيلم نقطة ضعف او كده اسم الفيلم بس هيبان على طول. تمام. هيطلع لك، وتدخل على القناة بقى تتابع يعني انا تمام. فيها ايه وكده. انا بشكرك جدا. انت لسه طالب لحد دلوقتي ولا خلصت؟ لا انا في ثالثة حاليا. لسه في سنة ثالثة. طبعا احنا بنشكرك جدا يا عمر. يعني بإذن الله ربنا يوفقك ونشوفك مخرج عالمي في مصر طبعا. واحنا بنفتخر دايما بالشباب اللي هم يعني بيدرسوا وبيشتغلوا في نفس الوقت. دي حاجة مشرفة جدا، وزي ما قلت ان هي بتدي حافز ومسؤولية للشباب كويسة جدا. يا ريت فعلا كل الشباب يبقى زي عمر، يبدأ يشتغل. مش شرط ان هو يكون بيدرس في نفس الوقت، ولكن يبدأوا بقى يشتغلوا ويشوفوا يعملوا ايه عشان يحققوا مستقبلهم والرسالة اللي انت قلت عليها. شكرا ليك يا عمر. مرة تانية مشاهدينا بشكر عمر زكريا، مخرج أفلام سيلفي. عمل 3 أفلام، فيلم اسمه لحظة غضب ونقطة ضعف وغير متاح. طبعا ممكن تشوفوها على موقع اليوتيوب. شكرا ليك يا عمر مرة تانية. انا برضو كنت عايز اقول حاجة، معلش اتفضل. يعني قبل ما انهي اللقاء. طبعا عايز برضو اقول يعني حاجة. طبعا انا عملت كل حاجة طبعا، يعني بفضل الله عملت كل ده على قدي، وبعمل حاجة بسيطة وكده. وعايز اقول برضو يعني حاجة للناس، يعني بجد اي حد عايز اي حاجة طالما بيسعى لها بجد ومؤمن بفكرته، مؤمن برسالته، لازم بيوصل لها، لازم ربنا بيديها له. تمام. ويعني دايما حتى بقول ان شاء الله هنوصل له للنجاح وباكتساح يعني. تمام. باذن الله. بإذن الله. وعايز طبعا اشكركم واشكر شكرا اسره ليك. البرنامج شكرا كله، ليك يا وحضرتك عمر. طبعا شكرا ليك يا على عمر. وجودي النهارده معاكم، لا وعلى ازاي بقى؟ اهتمامكم لا وتقديركم انت يعني. تستحق طبعا. شكرا يا شكرا عمر يا فندم. ليك.